ازاي تبقى فاشل في 5 خطوات بس. ايه الاخبار ونهارك ابيض، يا رب دايما في احسن حال. انا حليمو وانت في قناه ريمو فيزيك. عايز تبقى فاشل؟ هقول لك ازاي تبقى فاشل في 5 خطوات بس. ايوه فاشل، مستغرب ليه؟ مش هاخد من وقتك كتير، تعالى بينا نبدا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. وصدقني مش عايزك تقلق، هقولهم لك بالمختصر. انزل اعمل لايك واشتراك وتعالى هقول لك. رقم 1 علشان تبقى فاشل هي انك تقارن نفسك بالباقي. بمعنى تقارن نفسك بابن خالتك، ابن عمك، صاحبك، جيرانك، اي حد تقدر تقارن نفسك بيه قارن نفسك. دي اول خطوه خطوات الفشل. تاني خطوة من خطوات انك تبقى فاشل هي انك تستعمل الموبايل دايما، ما تسيبوش من ايدك. اسمع فيديوهات تيك توك، العب ببجي، اسمع يوتيوب، سكرول على الفيسبوك. بص، الموبايل ده مش عايزك تسيبه من ايدك، صدقني هتبقى فاشل وبجدارة. رقم 3 في انك تبقى فاشل، عايزك تبعد عن ربنا. بمعنى انك ولا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ في الكتاب المقدس. عايزك تبعد عن الله، ساعتها دي هتكون 3 خطوة خطوات الفشل، وهتبقى انسان فاشل جدا. رقم 4 علشان تبقى انسان فاشل هي انك تسهر كل يوم لوقت متأخر، وتشرب قهوة كتير، واوعى تشرب مية، وما تروحش الجيم، وما تنامش. بمعنى ما تنامش. رقم 5 علشان تبقى انسان فاشل جدا هي انك تأجل. عايزك تأجل. تعرف تأجل؟ بص، تقريبا مفيش حد فينا ما بيعرفش يأجل. هو الشعب المصري تما بيسيب كل الوقت اللي عنده ويزنق نفسه في اخر ساعتين. شوف اخر ساعتين دول تزنق نفسك فيهم، عايزك ما تعملهمش. صدقني هتبقى انسان فاشل جدا. عايزك تحب السرير، فاهم؟ يعني ما تقومش من على سريرك، لان السرير دي يعني انت والسرير دي احسن قصه حب انت ممكن تمر بيها. بس دول كانوا 5 حاجات كده خايفين علشان تبقى انسان فاشل. طبعا في اكتر من كده كتير، او هنتكلم عنهم في مره تاني، او نعمل بارت 2. فما تنساش انك تنزل تكتب لي كومنت كده، تعمل لايك، تعمل اشتراك، شير الفيديو ده كمان لاصحابك. بس كده، سلام.